بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. معاكم من انواع الاكل مع ام هاجر. النهارده يا جماعه هنذبح البط بقى، عشان في ناس كتير قوي عايزين يشوفوا انا بذبح طريقه ذبيح البط ازاي. يلا بينا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بنمسكه كده يا جماعه، هو بصوا بالعلامه دي، وانا مش هينفع ان انا اذبح قدامكم. هذبح كده، ونضفت بقى وشلت الريش من عليه، وبوريكم دلوقتي بنطلع ازاي، وبنطلع المصارين والامعاء بتاعته. وبس ايه، بنشيل بقى المصارين دي وبنشيل الفشه بتاعته وكل حاجه، بناخد بس منها الكبده والقناص، هو دي بس اللي احنا بناخدها منه. وقبل ما نخش بقى على الفيديو بتاعنا كده، ولا تنسوا تحطوا اللايك والاشتراك والسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من انواع الاكل مع ام هاجر. يلا يا جماعه بقى، اللي ما اشتركش في العائله بتاعتنا الجميله، كلمه اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، اضغطوا عليه عشان يجيلكم كلمه الكل، اضغطوا عليه عشان يوصلكم كل جديد من انواع الاكل مع ماما. شو بقى، غسلتها ونضفتها قوي. بصوا البطايه معانا بقت فله فله فله، بجد بقت جميله قوي. والبط مش مزغبن كده ولا اي حاجه، لا ده البط برضو بتاعنا. انا ذبحت النهارده 4، انا وصاحبتي ذبحناهم، ونضفت معايا، جت ساعدتني، هي دي اللي بتفتح دلوقتي. وحاطين شنطة كده حاطين فيها الريش كله والحاجات المصرية عشان نرميها. ده كده يا جماعة، ده بقى بنشيل ايه، الجلد الاحمر ده كده، الدم ده كده، لازم تغسليها وتنضفيها قوي قوي. انا مرضتش انضف قدامكم عشان انتوا في ناس بتقرف كتير يا جماعة، فانا مرضتش انني انضف قدامكم. دي بقى كانت ايه، فيها حاجات كده صغننه بسيطة، فانا بقى قعدت انضف فيها قوي. دلوقتي بقى اوريكم بالظبط هنفتح ازاي. كده بقى بنفتحها من هنا الاول، وبعدين بقى هفتح الرقبة واطلع الحاجات اللي في الرقبة. في ناس بتحب تقطع الرقبة من تحت كده، فانا الصراحة ساعات بقطعها وساعات ما بقطعهاش. لما اكون هحط البطة بحالها بقطعها، لما اكون هقسم البطة على نصين ما بقطعهاش، بخليها بحالها. بحاول ان انا اطلع عشان الكبدة ما تتهريش مني يا حبايب قلبي. لازم نطلع بالراحة كده عشان الكبدة ما تتهريش مننا. اهو كده لازم نطلعها بالراحة كده. وكبدتها الله اكبر كانت جميلة، تقولوش فيها عسل. والله يا جماعة انا نضفت ورحت جايه مسوية بطاية حلوة كده، عشان ايه، وحشيت بقى عليها ورق خاص. وايه بقى، الله يستاهل بقكم. اهو بقى حطيتها، غسلتها قوي ونضفتهم قوي. بص بوريكم في قلبها مبقاش في اي حاجه. والبط اللهم صل على النبي جميل جميل جميل. واللي عايز يشوف فيديوهات للبط كتير يقول لي، اكتبوا لي في الكومنتات والتعليقات بتاعتكم عايزين نشوف يا ام هاجر البط بتاعنا. المطبخ بقى بتاعي اتبهدل، خلصت بقى ومسكت المطبخ نضفته ونكدته الصراحه. هو البوتاجاز اللي لسه ان شاء الله باذن الله هغسله برضو. اهو بقى شوفوا البط بتاعنا بقى جميل ازاي، بجد عايز يتاكل هو كده. مسكنا بقى ليمونتين حلوين كده ونقطعهم اهون، وحاطين بقى ايه، ملح. انا الصراحه مرضتش احط خل، حطيت بس ملح وليمون، وخليتهم يجي ساعتين او 3 ساعات. انا هنا كنت بقول لكم خليهم ساعه واحده، بس انا الصراحه خليتهم يجي ساعتين ولا 3 ساعات. هاجر بتحط لي بتديني الملح. بصوا يا جماعه، كل ما تكتروا الملح بيبقى جميل قوي، بيخلي ريحته جميله. بص انا حابه ان انا اوريهولكوا قلبه عامل ازاي، قلبه من جوه نضيف وجميل، بجد حلو قوي قوي. كده بقى يا حبيبه قلبي، في اخت ليا كتبت لي عايزه تشوف طريقه ذبيح البط، وريت لها طريقه ذبيح البط اهو يا حبيبه قلبي. هو بقى تنسوا تحطوا اللايك يا حبايب قلبي يا متابعيني يا جمال، وشوفوا بقى البط بتاعنا جميل ازاي. عايزين يا حبايب قلبي البط بتاعكم لو هو مزغبن وعايزين مبقاش فيه ريش، حطوا حبه ملح في قلب الميه بتاعته. يلا بقى كده فيديونا الجميل، غسلنا بقى الوعي بتاعتنا، وهنروق بقى الحوض، وغسلنا ونضفنا بقى كده الوعي. كانش عندي وعي اصلا. دي بقى الحاجات اللي ايه، اللي كنت سالقه فيها ورق الخاص، وقعدت حشيت بقى وخلصت. اوعوا تنسوا تحطوا اللايك يا اخواتي يا حبايبي، والكومنتات بتاعتكم جميله. اللايك ده بيسعدني ويفرحني، والكومنتات بتاعتكم يا حبايب قلبي. نغسل بقى الحيطه، كان فيها طرطيش دم كده اهي، زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي.
السمار ده مش فيها حاجة، دي بقع على طول، كانت مية نار ومش راضية تروح من ساعتها. اهي غسلنا بقى الحوض ونضفناه. وتنسوا تحطوا اللايك يا حبايب قلبي، الكومنتات بتاعتكم جميلة بتسعدني. غسلنا بقى ونضفنا كده، ونضفنا البط بتاعنا وحطيته بقى في اكياس. خليت واحدة عملتها سويتها على المحشي وظبطت الدنيا كده، وحطيت الباقي كل واحدة بحوايجها في قلب كيس. اما اجي اطلعه مرة واحدة. تعينيها بقى في شنطة كده نضيفة، تيجي بشنط الشنطة ب1.5 جنيه، تيجي بقى نص كيلو ربع كيلو ب5 جنيه على قد ما انت تجيبي، وتخليها عندك موجودة على طول عندك. بتبقى جميلة بجد الشنط، بتنفعكم في كل حاجة. اوعوا تنسوا تحطوا اللايك وكومنتات، واسيبكم في رعاية الله، احلى اخوات ليا في الدنيا، وعايزة اشوف التعليقات بتاعتكم. باي.